تخيل معايا طفلة اتولدت ملهاش ذنب غير إنها جات الدنيا دي في بيت ما يعرفش يعني إيه رحمة. طفلة كل حلمها كانت تعيش زي أي بنت في سنها، تروح مدرسة تضحك تلعب، لكن بدل ما تكبر وسط حضن وأمان كبرت وسط ضرب وإهانة وربط على كرسي. قصة النهاردة مش مجرد حكاية تعذيب، دي حكاية بنت اسمها آية حاولت تهرب 8 مرات من بيت كان بالنسبة ليها سجن. كل مرة كانت بتجري عشان تعيش، وكل مرة كان بيرجعوها علشان تتعاقب أكتر. إزاي أب يوصل بيه الحال إنه يربط بنته 7 شهور كاملين؟ إزاي محدش حس، محدش سأل، محدش حاول ينقذها؟ وإزاي النهاية كانت أبشع مما أي حد يتخيل؟ قصة وجعت قلوب ناس كتير وخلت سؤال واحد يتكرر: مين المجرم الحقيقي، القسوة ولا الصمت؟ استعدوا تسمعوا واحدة من أقصى القضايا اللي حصلت في مصر، قصة آية اللي يمكن الموت كان أرحم ليها من الحياة. سنة 1995 آية اتولدت في منطقة منشية ناصر بالقاهرة. اتولدت لأب وأم حياتهم نفسها كانت ملخبطة ومش فاهمين يعني ايه استقرار أو مسؤولية. أبوها اسمه عيد شغال مكواجي، وأمها اسمها أميرة ست بيت، بس الحقيقة إنها ما كانتش شايلة بيت ولا فاهمة يعني ايه أمومة بجد. من أول يوم والجواز بينهم كله مشاكل وخناق. بعد سنتين بس من ولادة آية المشاكل زادت جدا، وكل شوية يهددوا بعض بالطلاق لحد ما فعلا انفصلوا. وأميرة بدل ما تبدأ صفحة جديدة بهدوء قررت تعاقب عيد بطريقة قاسية. سابت له البنت وقالت إنها ملهاش دعوة بيها خالص وقطعت علاقتها بيهم تماما. ومن اللحظة دي الأم اختفت من حياة آية كأنها ما كانتش موجودة أصلا. بعد الطلاق عيد أخد بنته، بس هو كمان ما كانش عايز يتحمل مسؤوليتها. قال إنه مش فاضي ومش قادر يربيها، فقرر يوديها عند أمه في الأرياف تبقى هي اللي مسؤولة عنها. وطبعا الجدة المفروض إن حفيدتها تبقى أغلى حاجة عندها، زي ما بيقولوا أعز من الولد ولد الولد. لكن اتضح ان المثل ده ما كانش ليه مكان في العيلة دي. السنين عدت وآية كبرت وبقى عندها 12 سنة، وطول الفترة دي ما دخلتش مدرسة ولا عرفت يعني ايه تعليم. حياتها كلها كانت بين 4 حيطان في بيت جدتها، حتى أبوها زياراته كانت قليلة جدا. الجدة ما علمتهاش غير حاجات البيت، تنظف ازاي، تطبخ ازاي، وتشيل المسؤولية بدري. كل ده علشان من وجهة نظرهم البنت ملهاش غير الجواز وده آخرها في الحياة. وفي آخر 2007 وآية عندها 12 سنة الجدة قررت هي كمان تتخلى عنها. السن كبر بيها وما بقتش قادرة تتحمل مسؤوليتها. كلمت عيد وقالت له يجي ياخد بنته لأنها خلاص مش قادرة تربيها، وعيد ما كانش قدامه حل غير إنه يرجع ياخدها، خصوصا إنه كان اتجوز بعد طلاقه بفترة قصيرة واحدة قريبته اسمها عزة شبهه في الطباع والتفكير. آية رجعت تاني لمنشية ناصر، نفس المكان اللي اتولدت فيه. عاشت مع أبوها ومراته عزة من سنة 2007 لحد 2014. 7 سنين كانوا من أسوأ سنين عمرها لما رجعت بيت أبوها وما كانتش بتعرف تقرأ ولا تكتب. الموضوع ما فرقش معاه خالص، بالعكس هو وعزة شافوا إن وجودها لازم يبقى له فايدة، ولازم قعدتها في البيت تبقى بمقابل. يعني من الآخر كده كان لازم تنفعهم وهي قاعدة في البيت. ودورها ايه بقى في بيت ابوها؟ تغسل وتنظف وتطبخ كل حاجة جدتها علمتها لها. لازم تحلل اللقمة اللي بتاكلها وتعيش كأنها خدامة عند ابوها ومراته. ولو تعبت شوية او زي اي طفلة صغيرة نفسها تلعب وتسيب شغل البيت، ما كانتش بتقابل غير عنف وضرب وإهانة ملهاش أول من آخر. والكلام ده ما كانش مع أبوها بس، لا ده كمان مع مرات أبوها. والحال فضل ماشي كده سنتين لحد ما كبرت وبقى عندها 17 سنة. ساعتها قررت إنها خلاص لازم حياتها تتغير، وإنها ما ينفعش تفضل عايشة في الجو المريض ده أكتر من كده. وفي يوم عيد رجع من شغله واكتشف إن بنته مش موجودة في البيت. فضل يدور عليها في كل مكان ممكن تروحه، بس مش عشان خايف عليها، هو كان خايف على شكله قدام الجيران وأهل المنطقة أكتر ما هو قلقان عليها. وفي آخر اليوم جاله تليفون من أهله في الأرياف بيقولوله إن بنته موجودة عندهم ولازم يجي ياخدها علشان هم كمان مش طايقين وجودها، رغم إنها حاولت تحكي لهم كل اللي أبوها ومراته بيعملوه فيها بس محدش اهتم. المهم إنها تمشي من عندهم وخلاص. عيد سافر وجابها، ومن بعد الموقف ده العلاقة بينهم بقت أسوأ من الأول بكتير. مستوى التعذيب والإهانة زاد بشكل مرعب، لدرجة إنها كانت دايما تقول لأي حد تعرفه أنا هموت على إيد أبويا ومراته، بس محدش كان مصدقها. بدل ما تحاول تهرب مرة، لا هي حاولت تهرب 8 مرات. البنت كانت تايهة ومش عارفة تروح فين.
كل اللي نفسها فيه إنها تسيب البيت ده وتمشي. كل مرة كانت بتهرب أبوها كان بيرجعها تاني، وعقابا ليها كان إنه يربطها في كرسي جوه أوضتها أقل حاجة 15 يوم. 15 يوم مربوطة في كرسي يضربوها هو ومراته من غير رحمة. وفي مرة وهو قاعد في البيت سمع صوت جارته بتصرخ وتنادى عليه، فتح الشباك وسألها في إيه؟ قالت له الحق بنتك بتحاول تنط من البلكونة. نزل جري على الشارع لقى بنته رابطة الملاية والستاير في بعض وعاملاهم زي حبل ومربطاهم في البلكونة وبتحاول تهرب بأي طريقة. طلعها تاني البيت، ومن اللحظة دي التعذيب بقى أشرس من الأول. والأغرب من كده ولا جار حاول يقعد معاه ويسأله بيعمل في بنته كده ليه، مع إنها ما عملتش حاجة تستاهل كل ده، لحد ما نوصل لسنة 2014 وتبقى عندها 19 سنة. ودي كانت آخر مرة آية تحاول تهرب فيها، خصوصا ان عيد ومراته كانوا خلفوا طفلة وكانت ساعتها عندها 10 شهور. آية في الوقت ده ما كانتش بس بتخدم ابوها ومراته، دي كمان كانت مجبرة تخدم البنت الصغيرة، مش عشان اختها لكن علشان عيد كان شايفها خدامة في البيت ولازم ترعى بنته الجديدة، ومحدش كان عارف بكرة ممكن يعمل فيها ايه. آية قررت تهرب بالمرة الأخيرة وراحت بنفسها على اسم الشرطة. قعدت معاهم لكن للأسف ما قالتش الحقيقة، قالت إن عندها 17 سنة وإن أبوها وأمها ماتوا في أحداث ثورة 25 يناير، وإن ملهاش حد في الدنيا وعايزة تدخل دار رعاية للأيتام تعيش فيها. قالت كده لأنها كانت مرعوبة، خافت لو اعترفت إن أبوها عايش يرجعوها له تاني زي كل مرة. رجال الأمن سمعوا كلامها ووفروا لها فعلا مكان في دار رعاية، وفي نفس الوقت خدوا بياناتها وبدأوا يتحروا عنها علشان يتأكدوا من قصتها. وبعد كام يوم اكتشفوا إنها ما كانتش صادقة وإن أبوها وأمها عايشين، وقدروا يوصلوا لعيد اللي كان شغال مكواجي وبلغوه ان بنته موجودة في دار الرعاية. المفاجأة ان عيد ما راحش يستلمها وقرر يسيبها هناك كأنها حمل وتخلص منه، لكن آية كانت فاكرة ان حياتها هتبقى احسن بكتير في دار الرعاية. ولما عاشت وسط البنات هناك سمعت قصص ومعاناة اصعب من قصتها، وتعرضت لمواقف خلتها مش قادرة تتأقلم. حست ان كل مرة بتهرب فيها بتقع في حفرة اعمق من اللي قبلها، فقررت تهرب تاني، المرة دي من دار الرعاية نفسها علشان تختفي خالص ومحدش يعرف لها طريق. لكن بعد اسبوع بس ناس شافوها واتعرفوا عليها وكلموا ابوها علشان يجي يستلمها. عيد راح فعلا واستلمها، لكن المرة دي كان واصل لمرحلة خطيرة جدا، كان مش طايق وجودها في حياته اصلا. في اللحظة دي قرر يخلص منها بطريقته عشان يحافظ على صورته اللي راسمها قدام الناس في منطقته، صورته كراجل محترم ومتدين وعمره ما يظلم حد ولا ممكن يأذي بنته. رجع بيها البيت وقعد مع مراته عزة يفكروا يعملوا ايه، واستقر رأيهم على قرار قاسي، يربطوها من ايديها ورجليها ورقبتها ويثبتوها على كرسي من غير اي حركة، والربط ده يفضل مستمر للأبد. وكلمة للأبد هنا ما كانتش مجرد تعبير، كانت بمعناها الحرفي. وفعلا نفذوا اللي في دماغهم وربطوا آية جوه أوضتها 7 شهور كاملين، 7 شهور ما بتتحركش من مكانها. حتى دخول الحمام كان مرة واحدة في اليوم وهي متربطة، والأكل لو حبوا يقدموا لها تاكل كان ممكن مرة واحدة في اليوم وممكن لأ، غير الضرب اليومي والإهانة والتعذيب بحجة إنها غلطت في حق أبوها. لحد ما جه يوم بعد ال7 شهور دي عزة دخلت عليها لقت لونها بقى أزرق ومفيش أي حركة خالص، كأنه واضح جدا إن آية ماتت، لكن عزة ولا كأن في حاجة حصلت. قامت فكت الحبال وقعدتها على الأرض وابتدت تصرخ وتلم الجيران كأن الموضوع فجأة حصل. واحد من الجيران نزل وشاف إن آية بنت عيد ماتت، فكلم أبوها في محله وبلغه بالخبر، والأب استقبل الخبر ببرود غريب جدا ولا كأن اللي ماتت دي بنته. الجيران طلبوا الإسعاف وكلموا مكتب الصحة علشان يطلبوا تصريح دفن. لما الدكتور الصحة وصل لاحظ إن لون جسمها مش طبيعي، وكمان آثار ربط وكدمات واضحة في إيديها ورجليها ورقبتها، غير علامات تعذيب باينة في جسمها كله. ساعتها قرر يبلغ الشرطة وقال إن في شبه جناية. رجال الأمن جموا معاهم فريق البحث الجنائي ووقفوا قدام الجثمان مستغربين، والأغرب إن أبوها واقف جنبها من غير أي تأثير. شكل الأوضة نفسها كان بيقول إن في حاجات كتير كانت بتحصل جوه المكان ده. اتنقلت الجثمان للطب الشرعي، والأب كان مصر إن الوفاة طبيعية، لكن تقرير الطب الشرعي وشغل المباحث أثبتوا إنها كانت بتتعذب يوميا بشكل بشع.
كمان جيران كتير شهدوا إن الأب ومراته كانوا بيتعاملوا معاها بطريقة غريبة ومؤذية. التقرير أكد إنها ماتت بسبب نزيف حاد في إيديها ورجليها، غير إنها كانت في حالة ضعف شديد عشان ما أكلتش لمدة 3 أيام كاملين. اتقبض على عيد بتهمة قتل بنته، فضل ينكر فترة لكن في الآخر اعترف إنه ربطها وعذبها 7 شهور علشان يربيها، وقال كمان إنها هي اللي موتت نفسها لأنها كانت بتحاول تفك الحبال وبتضغط على إيديها ورجليها لحد ما جرحت نفسها وماتت، وكان مقتنع لآخر لحظة إنه ما عملش حاجة غلط. آية عاشت 7 شهور في عذاب ما يتحملوش بني آدم وسط ناس قلوبهم حجر، حتى مرات أبوها عمرها ما حنت عليها، والأم مش موجودة في الصورة خالص وما سألتش عليها ولا حتى بعد ما ماتت. اللي زي دول مش قد مسؤولية جواز ولا خلفة من الأساس. ربنا يرحمها، يمكن الموت كان أهون عليها بكتير من الحياة اللي كانت عايشاها.